تعالوا يا جماعة نشوف الحاجة بقى الجديدة الجميلة دي. الجديد بقى هتلاقيه معايا ان شاء الله. بصوا، ده كريب، اصل الكريب. بصوا اهو بقى، وجايبه لكم كفر كده ومروقه عليكم. بصوا جميل ازاي. يلا اعملي كده وافتحي نفسهم في البيت، وعشان خاطر ايه ما يبقوش يجيبوا حاجة تاني من بره. يلا تعالوا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نشوف البداية. معانا هنا في فراخ، صدور فراخ مقطعاها انا في البيت شرايح بانيه زي ما احنا شايفين كده، يعني مش مخليها رقيقة ولا سميكة قوي، يعني نص نص كده. ومعايا برضو نص شاورما ومقطع كله في الطبق واحد، وهنتبله تتبيلة واحدة، والطعم بصراحة حكاية. يلا بينا نشوف كده التتبيلة عبارة عن ايه. معانا هنا زبادي، كوباية زبادي ضيفيها عليها تديها طعم وطراوة جميلة قوي. معانا بهارات، دي ملح وبابريكا بهارات الفراخ. ومعايا هنا ده جايبه كيس كده من اللي هو الجاهز، الباكت الجاهز بتاع الشاورما، وفلفل اسمر. وجربي كده ما تضيفيش الباكت كله، نصه، عشان بس البهارات متبقاش زايده قوي. ومعانا هنا عصير ليمونه. تمام. وهنمكسه كله ونقلبه كده مع بعضيه، كله في طبق واحد، يعني كله مع بعضه، نص بانيه ونص شاورما. قلبناه كده مع بعضه، وهغطيه بالكفر بتاعه وهنسيبه كده. بصوا اهو التتبيله جميله. وبص بس اهم حاجه خليه كده حبه كده مع بعضيه يشرب من التتبيله بتاعته. انا سبته هنا على جنب كده ساعتين. قلت على ما اشوف بقيت شغل كده، وبصراحه كنت مكسله اعمل اكل النهارده، فيلا قلت ايه اعمل حاجه كده في السريع. هنا معانا معلقتين الزيت بتاعنا وسخناه كويس قوي، وهنعمل نديله صدمه للشاورما بتاعتنا، وهتشوفوا الجمال والطعم يا جماعه. والله بجد بجد يعني عجبهم جدا في البيت، وقالوا مش هنجيب من بره تاني كريبات. ده كريب، بس الكريب ده على طريقتي. وهنشوف الجديد هنا الطريقه دي هنعملها ازاي، او ايه التركه الجديده اللي ممكن تبقى مختلفه عن بره وتعجبهم وتبهريهم في البيت. يلا بينا. خلاص هنا كده هنديله صدمة كده 10 دقايق كده مع بعض الشاورما. ومجهزة الفلفل بتاعي، الفلفل الوان. بصراحة انا مرضتش اضيف ليه البصل جوليان ولا حاجة، لان عندي حد هنا مش بيحب البصل. انما انا استكفيت بصراحة، اكتفيت بالموضوع ان فيه بصل باودر، والبهارات اللي هي الجاهزة فيها كل حاجة. اديناها التشويحة مع بعضها كده يا دوبك كده صدمة، وسبناها على جنب. تعالوا نشوف بقى هنا بضاية، معلقتين لبن وفلفل وملح. وبعد كده اضيفه بقى ايه، اشيله من هنا اضيفه فين، على الفيجيتار بتاعنا الجاهز من بره، او عملتيه في البيت، او عندك بقسماط مطحون، المتوفر والمتاح عندك. انا مش بفرض عليكي حاجه. تمام. الحاجه دي بتاعتك انت. بضغط كده بظهر المعلقه على القطع عشان تشرب القطع بتاعتنا، ولا الكفر بيتشال ولا اي حاجه. وكان جميل جدا، وطعمه والتتبيله مخلياه جميل جدا وتحفه. تمام. وهنا برضو ايه بنفضه كده بس من الفيجيتار بتاعه. وهتشوفي تاني قطع هنعملها برضو سهل جدا. عايزه تقطعيه ستريبس قطع، هو انا بصراحه شايفاه ان هو والبانيه يعني مش بعيد، مش رايحين بعيد عن بعض، زي بعض بالظبط. ده رأيي. فهنا حضرتك ايه تعملي البانيه كده جميل جدا، وتديله تقطعيه ستريبس براحتك. كده كده هو في الاخر هيتقطع لقطع كده، سلايس كده، عشان نقدر نضيفه في الكريب بتاعنا. تمام. هنا خلاص كده هبدأ بقى. طبعا الزيت بتاعي كده لازم يبقى سخن. تمام. وهو بنزل البانيه بتاعي، وبعد ما بيهدى خالص وبيبرد ببدأ اقطعه سلايس عشان اجهزه للحشوة بتاعتي. وطالع بصوا لونه كده تحفة وذهبي كده حلو وفاتح. وعلى الشبكة بتاعتك بلاش طبق، خليه شبكة عشان ما يعجنش. الشبكة افضل بكتير عشان يبدأ ايه يفضل محافظ على القرمشة بتاعته. معلقة مايونيز على معلقة كاتشب وقلبيهم كويس مع بعض. هاتي عيش التورتيلا، ايوه عيش التورتيلا مش عيش الكريب. وضيفي المعلقة بتاعتك وعليها الحشوة بتاعتنا. يا جماعة والله العظيم مش عايزة اقول لكم، عيش الكريب افضل بكتير، او يا ربي التورتيلا افضل بكتير من عيش الكريب ده من وجهة نظرنا احنا. وعجبهم جدا في البيت لان الطبقة بتاعته رقيقة. بيقولوا لي ان الكريب بيبقى عبارة عن عجينة ومش حاسين بطعم الحشوة، انما ده فارق جدا ومختلف عن الكريب تماما.
انا ممكن جدا تعمليه في البيت الكريب عادي، بس التورتيلا افضل بكتير، وجربيه ومش هتندمي. تمام. هنا طبعا هنا ده عملنا واحد بالبينيه او الستريبس بتاعك، وهنا عملنا شاورما للي يحب ده واللي يحب ده. طبعا دي حاجة الحشوة دي براحتك، عايزة تعمليه بطاطس فرم مفيش مشكلة، مع شوية ميكس جبن كده. وبصي اهو سهل جدا ومفيهوش اي حاجة خالص. تمام. هنا بقى دي ايه؟ دي تورتيلا بس بالحبة الكاملة للناس اللي ما بيحبوش الدقيق الابيض، او اللي بيعملوا حمية غذائية، او مش مفضلين وبيتعبهم الدقيق الابيض. دي تورتيلا حبه كامله وطعمه جميل جدا ومقرمش، وعملناه وادينا له صدمه على الجريل بتاعتنا، وادينا له لون. الاول حمصيه بس هي ما جاتش بصراحه، ما تصورتش اللقطه دي. هو اتحمص على الجريل من ناحيتين، وبعدين خلاص قدمناه بألف هنا وشفا، ولايك وشير معايا، وألف هنا وشفا.